متابعينا الكرام، نطرح لكم واحد السؤال: واش كتظنوا فعلا ان لبنى احسن ليها تمشي للحسيمه في هذه اللحظه هذه، وتمشي لدارهم في هذه اللحظه هذه، وتمشي عند عائلتها في هذه اللحظه هذه، او لا خاصها تبقى في فاس؟ انا ما كرهتش الاراء ديالكم في الخانه ديال التعليق. شنو بان لكم؟ واش كيبان لكم انها خاصها ضروري خاصها تمشي لدارهم ولعائلتها، يعني لبلادها، غادي تحس بالامان في بلادها، ولا غتبقى هنا في فاس؟ يعني ما تخرجش من الدار باش دير الخطر للبكريشه، وباش دير الخطر للناس، وباش تاكل العصا، وباش بغيت الراي ديالكم نتوما في الخانه ديال التعليق. واش مع تمشي او لا ضد ما تمشيش؟ متابعينا الكرام، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ بخير، مرحبا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده، وتبارك الله عليكم. ما عليناش في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نهضروا على لبنى، الموضوع ديال لبنى، وغنوجهوا ليها واحد الرساله. واخا غنبداو بعدا بهذه الرساله، هذه هي الاولى، يعني باش ما نخليكمش انكم تسناو، نوجهوا ليها الرساله، عاد ديك الساعه غادي ندوزوا للامور اهم بكثير. لبنى، بغيت نسولك واحد السؤال: واش تيقنتي فعلا انه واحد النهار كنت قلت لك انك انت غير مرغوب فيك بس؟ تيقنتي في الهضره ديالي دابا ولا ما تيقنتيش؟ كنزيد ناكدها لك، شتي انت غير مرحب بك في مدينه فاس، وغير مرحب بك كذلك في هذه العائله هذه. الهضره ديالي تاكدت البارح انه فعلا بلاصتك ما كايناش فاس، وبلاصتك كذلك ما كايناش ضمن هذه العائله هذه، وتاكدات بالدليل وبالبرهان وكذلك بالافعال. بغيتي تاخذي هضرتي خذيها، ما بغيتيش تاخذي هضرتي دبري لمخك، لانه كيف ما كنت كنقول لكم انا دائما الاخوان، انه اكبر خطا دارته لبنى، وخاصك تخرجي وتعترفي بها، اكبر خطا دارته لبنى انها جات لهذه العائله. اكبر خطا، مفهوم؟ اكبر خطا فعلا. ما نكروش، كاين امور ايجابيه في هذه العائله هذه، واخا كاين امور ايجابيه داروهم هذه العائله هذه مجموعين، ولكن كاينين السلبيات. والمشكله سلبيات، ماشي سلبيات سلبيه، عفوا ماشي سلبيات نوعا ما ايجابيه، لا، راه سلبيات لواحد الدرجه ما كتصورش. تخيلوا معايا البوست ديال البارح، تخيلوا معايا الاعتداء ديال البارح، تخيلوا معايا التهجم ديال البارح، تخيلوا معايا الترصد ديالهم، تخيل معايا هذا الشيء هذا كامل وقع. انا نقول لك واحد الحاجه ودالو برو، خذيها من عندي كنصيحه لوجه الله، نصيحه اخويه، نصيحه ديال ولاد البلاد. شحال بقى البكريشه باش يخرج؟ 9 شهور، 8 شهور. كنظن انه غتعيطي ليه وغتقولي ليه انا غنمشي فحالي، ماشي زعما غتطلق ولا لا، غنمشي فحالي زعما لدارنا، تما بعدا غنكون في امان في بلادي، غنكون في الامان في كلشي، يعني ما كاينش اللي غيتعدى عليا في بلادي، ما كاينش اللي غيتهجم عليا في بلادي، غنكون بخير وعلى خير. المسافه ما بين فاس للحسيمه راه مسافه بزاف، يعني حتى والديك مثلا ولا عائلتك ولا اقربائك ولا الناس اللي كتعرفي لا غير بغاو يجيو لعندك مثلا باش ينقذوك ولا باش يوقفوا معاك، اجا موصلهم. الا غير تحتي مثلا كتموتي، اجا موصلهم لك. فراه احسن حاجه تقدري ديريها في هذا الوقت هذا، وهو غادي تعيطي ليه، غتقولي ها انت شنو وقع شنو وقع شنو وقع، انا راه ما بقيتش كنحس بالامان في هذه البلاد، انا ما بقيتش كنحس براسي بخير في هذه البلاد. فاحسن حاجه غادي نديرها وهو غادي نهز بنتي وغنمشي حتى تخرج ان شاء الله، اجي مرحبا بك، اجي اخويا رجعني، ولا انا نجي ما عنديش غير ديال المشكل. مي باش انني نبقى دابا هنايا شي من هنا شي من هنا شي من هنا شي من هنا، راه ما يمكنش، مفهوم؟ راه ما يمكنش. حنا وي فعلا كان واقع خلاف بيناتهم، يعني ما بين لبنى وما بين العائله هذه، كان واقع خلاف وسوء تفاهم، وشفنا هذا الشيء هذا كامل، واللي من بينهم كذلك يوسف اللي مدخله راسها حتى هي في المعمعه شحال هذه، واخا ما دارت لها لبنى حتى شي حاجه، ولكن رغم ذلك مشات كتدافع على البنات ضد لبنى، واخا وتصلحات العلاقه ديالهم، وشفناو انهم تصالحوا. وكونوا على يقين ان البوست اللي تحط البارح من موراه غنشوفوا ان يوسف غادي تدافع على البنات وغادي تجدد لبنى، وما غاديش تدافع على لبنى نهائيا، وما غاديش تستنكر الواقعه اللي وقعت لبنى نهائيا. دائما مع، يعني مع حفيظاتي، ودائما مع ولادي، دائما مع بناتي، مفهوم؟ بمعنى ان لبنى راه لا مكان لك هنا وبيننا. البارح واحد المجموعه ديال التعاليق تكررت عندي في الفيديو، وهو دائما قال لك يقولوا لبنى ما عمر ربيب غيولي حبيب، وتكرروا عندي كذلك تعاليق ديال ما دارت الخير حتى فمها عاد ديروا في لبنى. احسن حاجه بدا لبنى خذيها من عندي كنصيحه، واش انت اللي ما قبلتيش بهذه النصيحه هذه، والله حتى غنقول لك دبري مخك معاهم.
راضيه بالذل، راضيه بهذاك الشيء اللي كتعيشيه، راضيه بالمشاكل، راضيه بهذا التخربيق هذا كامل. انا نكون في بلاصتك، هاد المتتبعات كلهم اللي كيتبعونا دابا حاليا، نعطيهم سؤال دابا، نتوما المتتبعات وانتوما المتتبعين ديالنا العزاز، الا انت ولا انت يعني في المكان ديال لبنى، شنو هي الحاجه اللي غادي دير؟ واش غدير بهذه النصيحه هذه اللي عطيتها ليها ولا ما غديروهاش بها؟ انا قلت لها بكري شحال بقات ليه 8 شهور 9 شهور، عيطي ليه ولا سيري ليه زياره، او لا يعلم الله، شوفوا انتم كيفاش غتوصلي ليه الرساله، ها شنو وقع شنو وقع شنو وقع. هادشي راه بزاف، انا كنحس براسي بالخطر، انت بعيد عليا، عائلتي بعاد عليا، دونك انا شنو نبقى ندير هنايا؟ راه تهجموا عليا، شنو داروا وحدين اخرين جاوني عاوتاني من هنايا. دونك احسن حاجه نقدر نديرها في هذه الفتره هذه اللي انا بوحدي، غنهز بنتي وغادي نمشي للحسيمه. نهار تخرج ان شاء الله ديك الساعه غادي نرجع يعني ونشوفوا البلان ديال هذا المشكل هذا، يقبل ولا ما يقبلش دبر المخ، خاصك ديري الحاجه اللي غادي تسلكك. وحنا عارفين ان المراه ما خاصهاش يعني خاصها تطيع الزوج ديالها، ولكن تطيع الزوج ديالها في الصواب، لانه راه باينه ان بكري شاب اللي غادي تعيطي ليه او لا غتمشي عنده زياره غتقول لي غنمشي، غيقول لك لا ما تمشيش غتبقاي تما. كيفاش غتبقاي تما؟ ولا جاو صفوها لك مثلا، ولا جاو خطفوا لك البنت مثلا، ولا جاو تعداو عليك مثلا، شكون غينقذك؟ غيخرج زعما من الحبس غيقول لي الله يجزيكم بخير خليوني غير واحد الهنيهه زوينه، الهنيهه ماليناش، نخرج ندافع على مرتي ونرجع؟ ما يمكنش، ما عندوش الحق انه يخرج، وما عندوش الحق انه يدافع لك، وما عندوش الحق انه يدير شي خطوه. دونك انت اللي خاصك تحملي المسؤوليه ديال جميع الامور والمصائب اللي ممكن انها تهبط عليك. فبغى يقبل قول لي بغيتي تقبل مرحبا، ما بغيتيش تقبل انا خويا انا ماشي انا روحي هي الاولى وصحتي هي الاولى وبنتي هي الاولى، وسيري لانه راه ما يمكنش انك تبقاي في واحد المكان اللي انت بنادم ما حاملكش فيه، وبنادم يعني باغي ينتقم منك باي طريقه وفي اي مناسبه، والناس كيستغلوا المناسبات. انا ما فهمتش انا كنقول لك انا من هنا راه شتي الا بقيتي زعما مازال تما، لانه على حسب يعني ما فهمنا من الاخبار اللي كتروج انه راه التشكيله ما بغيتيش تمشي ديريها. ما فهمتش انا علاش. يا قلتو كاينين الكاميرات ديال المراقبه ديال الزنقه وسجلوا كلشي، دونك علاش ما تمشيش مثلا انه ديكلاري؟ انا ما فهمتش. هذه النقطه اللي صراحه انا ما مفهوماش. وغتزيديها انني انا ما غنمشيش مثلا في حالي وما غنمشيش لدارنا وما غنمشيش لبلادي، هذه عاوتاني حاجه اخرى. انا راه السؤال طرحته دابا على المتتبعين راهم غيجاوبوك في الكومونتير. واش انت الا كنتي في المكان ديال لبنى واش غادي غتبقاي في بلاصتك ولا غتمشي بحالك لداركم لبلادك؟ راه غتحسي في الامان ولا غتحسي بالامان في داركم وفي بلادك ومع ولاد بلادك، وما غتحسيش بالامان تما نهائيا. كيعرفوك فين ساكنه. تقدري تخرجي مثلا تجيبي غير شي حاجه في الزنقه يصيفطوا لك شي حجره. يقدر يديروا لك بزاف ديال الامور. وما تنساش غير الاتهامات اللي كيتهموا غير بعضياتهم، هي دارت ليا وهي دارت ليا، الفهم يفهم، ما تعرفي شنو يقدروا يديروا لك. فانا علاش ما نبعدش انا من هذا المستنقع كامل، ومن هذه الفضيحه هذه كلها، ومن هذه الشوهه هذه كلها؟ الخطا لبنى انت اللي جيتي ليه برجلك، المشكل انت اللي جيتي ليه برجلك، المصائب انت اللي جيتي ليهم برجلك. حتى واحد ما ضربك على يدك، حتى واحد ما قال لك تزوجي بهذا السيد هذا صحه. وهذا راه خطا كبير اللي خاص الانسان يستافد منه. بزاف ديال الناس كيقول لك انتم كتناقشوا التفاهه، كنناقشوا التفاهه ولكن فيها افاده. ها هي وحده جات من الحسيمه، تزوجات بواحد عنده 4 ديال الوليدات وعنده خلاف مع الزوجه ديالو مع الطليقه ديالو، وجات وتزوج بها ودوز واحد الشهر ولا 3 شهور ومشى رجع الاخرى وفي المشاكل وهذه ودخل الحبس والشكايات وروينا كحله وزينا المحارم وطلع وهبط. هذه بحد ذاتها عبره. فدابا راه اي وحده دابا تبغي تزوج مثلا بشي واحد عنده ولد ولا جوج ولا راه ما تقبلش، تقول ما يمكنش ونتزوج به وهذه، وفي الاخر يفرض عليه انه باغي يرجع الاخرى على قبل ولدهم ولا بنتهم ولا ولادهم، ونصدق انا في المشاكل ونطيفها مع الاخرى. مالي انا خويا على حال؟ لا اخويا نديه انا ما مزوجش سولو رايدر، سولو هذيك، فهمتيني؟ سلام عليكم. راه اللي وقع والله العظيم انا بعدا راه كنستنكر بعد هذا الامر هذا اللي وقع في فاس العلميه يا حسره، فاس العالميه يا حسره.
فاس اللي معروفه عالميا معروفه فاس تخيلوا معايا انه في تركيا الاخوان يعني كتمشي كتقول لهم يعني ملي كيقول لك وير فروم كتقول لهم مروكو ما كيعرفش شنو هي مروكو، مارويكوس ما عارفش شنو هي مارويكوس، ماروك ما عارفش شنو هي ماروك، ما عارفش. تقول لي المغرب ما عارفش شنو هو المغرب، ما كيعرفوش شنو هو المغرب. ولكن تقول لي فاس فاس عاد كيعرف فاس راه هو المغرب، لانهم هما ما عندهمش هذيك السميه ديال مروكو ماروك، لا كتقول لهم انا من فاس. شنو هي فاس؟ فاس هي المغرب. تخيلوا معايا فاس، الاسم ديال فاس عند الناس والتاريخ ديال فاس، وجينا حتى لعند هادو وضربوا كلشي في الزيرو، يلا راه فريمون راه واحد العائله راه بزاف. تخيلوا معايا ان وحده مازال حتى ما فكيتي مشاكل كثير وخارجه كتشفي. انا فريمون انا كنقول انا بعدا صراحه راه ما ندمتش انني ما دافعتش عليك، والله ما ندمت. شتي ملي خارجه كتشفي والله ما ندمت انني ما دافعتش عليك، اقسم بالله كنحمد الله انني ما دافعتش عليك، لانه فعلا بينتي على المعدن ديالك وباقي كتبيني على المعدن ديالك، وقريتك انا من اللحظه الاولى قريتك وعرفتك شنو كتسوي وما دافعتش عليك نهائيا. واليوم تاكدتي انني فعلا كنت على صواب، ما دافعتش عليك وما عمري ما دافعت عليك وما عمري ما غندافع عليك. بطبيعه الحال الا كان الحق ديالك غندافعوا على الحق، ما غندافعش عليك. ولكن انت كانسان نقدر نقول لك انك تستحقين هذاك الشيء اللي وقع لك، والله الا كتستحق. هاي وما ظلموكش وما تعدوش عليك وما كنتيش مظلومه، كنتي ظالم، والله الا كنتي ظالم. يلا اخوان، كيف ما قلنا لكم في الفيديو بغينا نوجهوا رساله للمنا انها احسن حاجه تقدري ديرها وهو غتهزي بنتك. احسن حاجه، ما كاينش شي خيار ثاني، ما كاينش شي بلون بي ولا بلون سي. انت ما بغيتيش ديكلاري، ما بغيتيش تتبعي المسطره القانونيه، ما بغيتيش توقفيهم عند حدهم، هما راه ما غيوقفوش، راه لحد الان راه باقي خارجين باللايفات وبالفيديوهات. دونك احسن حاجه غديرها ملي غيعيط لك غيقول لك واش كلشي لاباس، قول لي ما لاباس، ما توزع ها شنو وقع. دونك كاين جوج حوايج غنمشي في حالتي حتى تخرج ديك الساعه نتفاهموا. بغيت نشوف بنتي، اخويا بنتك صبر كيف ما صبرتي هاد العامين هادي كلها، صبر اخويا مازال ما عندناش صبر 8 شهور غدوز دغيا. ملي تعيط ليا في التليفون راه غندوزها لك تبقى تهضر معايا في التليفون الا بغات تهضر معاك، والسلام عليكم. نهار تخرج ديك الساعه نخرجوا نديروا شي حل ونشوفوا هذا المشكل هذا كيفاش، لانه راه ما يمكنش، راه شي حد كيضرب من هنا وشي حد كيخبط من هنا وشي حد كيتامر من هنا وشي حد كيتشفى من هنا، راه ما يمكنش انا بوحدي في هذه البلاد، لا خويا لا اختي لا حتى شي واحد، ما يمكنش. هما راه كلهم عائله، شحال غيدوزوا بعضياتهم؟ والله ما يدوزوا بعضياتهم. راه قلت لكم ان وحده دارت والاخرى بعيد، ماشي بعيده على العائله، يعني ما كاينش تواصل بيناتهم، ونقدروا نقولوا كاع انهم اعداء في واحد الفتره من الفترات. ملي وقعت الواقعه واو برافو 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 برافو. يلا وراه احسن حاجه، ونتمنى ان هذا الميساج هذا يوصلك. احسن حاجه وهو جمعي. انا نتمنى من الفيديو اللي غادي تحطي لينا اننا نتفرجوا فيه ونشوفوا الاخبار ديالك، نلقاوك في الحزيمه، نلقاوك لحتيه في الحزيمه، تما بعدا الناس غادي تامنوا عليك، غادي يقولوا بعدا الحمد لله بعدا في بلادها ما غيوقع لها حتى مكروه. اما انت هنا اسمحي لي. يلا هادشي اللي كاين. دعمونا الاخوان باللايكات ديالكم، بارطاجيو لنا هذا الفيديو، الراي ديالكم في الخانه ديال التعاليق كتعملوا كلها فضلا وليس امرا. هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله.